بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نادية هاشم من قناة أطباق لذيذة. النهاردة هنعمل الكنافة. طبعا أول حاجة هنعملها الشربات ونسيبه يبرد يبقى دافي مش بارد. يعني عايزة أقول لكم حاجة، لو انت عايزة الكنافة بتاعتك تكون فيها طراوة تحطي الشربات دافي، لو عاوزاها تبقى مقرمشة قوي قوي تحطيه ساقع وهي طالعة من الفرن سخنة. هيبقى معايا كوبايتين من السكر، كوبايتين بالمعيار ده او اي كوبايات عندك يعني، علشان الشربات يطلع مظبوط. هحط عليهم كوبايه ونص من الميه، والليمون او ملح ليمون نص معلقه صغيره او حته ليمون، وهسيبهم على البوتاجاز. انا هقلبهم تقليبه خفيفه واسيبهم يغلوا. بعد ما يبداوا في الغليان، اول ما يبداوا في الغليان نسيبهم 5 دقايق او 8 دقايق ماشي. هحطهم بالقشر اهو. هوديها على البوتاجاز بقى. انا جبت ده ربع كوبايه من الزيت او حبه زيت، هحط عليهم شويه زبده انا سيحتهم، ما عنديش سمنه اصلا، فهروقها شويه سيبها تروق شويه على ما احط الحاجات دي. هنحط منها لحد ما نكتفي. دي كده حوالي تلت كوبايه لنص كوبايه من السكر البودر، هنرشها كده على الكنافه. وفايدتها ايه؟ بتديها لون وردي غامق حلو، وكمان بتديها تماسك، بتخليها متماسكه ماشي. طبعا انا هخلط المقدار ده مع بعضه، ممكن نزود شويه يعني، انا لو حسيتي انك عايزه تزودي زودي ماشي. هي الكنافه بتحب سكر يعني. خليتهم نص كوبايه بقى وخلاص. على فكره الكنافه دي كانت في الفريزر، انا دايما حتى لو جايباها فريش بحطها في الفريزر، وبعد لما تطلع بحطها وهي جامده في الكبه، او في الكبه احسن حاجه، بتتفرك بسرعه كده، متاخدش مني دقيقتين يعني ماشي اهو. بصوا دي قد ايه بقى، دي كوبايه زبده على زيت، هحط لحد لما تكتفي. الصينيه اللي معايا 30 قصدي 20 في 30 ماشي. انا ما بعرفش مقاس الصينيه دي كام، 20 في 32 ماشي. الصينيه دي 20 في 32 ماشي. انا دهنتها برضو شويه زيت على سمنه، ربع كوبايه زيت و3/4 كوبايه سمنه. انا لسه مسيحاها سخنه اهي عشان ما عنديش سمنه ماشي، عشان الزبده بيبقى فيها ملح وحاجات وكده. اصفيهم كده. انا خدت كوبايه من الزيت على السمنه وخلاص. طبعا لو حابه تحط لها اسمه ايه ده مكسرات، انت بقى تحطي المكسرات اللي تريحك. انا عندي بيكرهوا المكسرات في الكنافه وفي الجلاش يعني. ممكن تقللي السمنه عن كده يعني، لو حابه تقللي شويه قللي مفيش مشكله يعني، بس انا حبيت اديها شويه ربع كوبايه زياده يعني. هي منديه قوي يعني مليانه، بس انا حابه احط لها شويه جوز الهند كده من اللي هي الرقيقه دي، مش هتبان يعني محدش هيشوفها، بس بتدي طعم برضه انا بحبها. هما بيحبوها مش ناشفه قوي، فانا طبعا هحط لها الشربات دافي مش هحطه ساقع ماشي. هحط الحاجات كده وهضغط عليها كويس قوي. سهله جدا متاخدش حاجه، المهم الشربات بتاعك يبقى مظبوط والتسويه بتاعتك تبقى تمام. هنحطها في الفرن على درجه حراره متوسطه 350 فهرنهايت او 180 مئويه، لحد بس ما تاخد لون وردي غامق تتحمر يعني، بس كده وهتطفي عليها. اول ما تطلعيها تسقيها الشربات الدافي مش السخن، مش السخن مش الساقع، دافي، بتبقى جميله جدا. بصي ممكن تجيبي طبق او صينيه صغيره شويه عندي وتنزلي كده ضغطه واحده خلاص تمام.
تخلي الحتت بتاعتها كلها سوا واحد علشان الشربات ما يروحش يقعد في حته وحته لا. هوديها على الفرن اهو بقى. ادي الكنافه خلاص طلعت من الفرن بالشكل ده. انا حطيت فانيليا على الشربات بعد ما غلي، ما بحبش احطه وهو بيغلي عشان ما يمررش. كميه السكر طلعت معايا حوالي كوبايه وربع اهي ماشي. بعد ما صبيتها هنا طلعت كوبايه وربع، دافي مش سخن. بص بتشرب بسرعه على طول. بص انا بمسك الشربات عادي بايدي على طول. بعد لما انا عملت كده هحطها هقلبها، ما تستنيش عليها لما تبرد هتمسك في الصينيه عشان الشكل من الناحيه التانية احلى. رجعها عادي للصينيه بقى. بصوا اهو هسيبها بس تبرد، مش هينفع نقطع منها دلوقتي، لازم تبرد تهدى يعني ماشي. بص شكلها جميل ازاي من الناحيه التانية. خلاص كده ما خدتش مني وقت خالص. حتى لو جايلك حد فجأة وعايزه تعملي له حاجه حلوه اعملي.